بسم الله الرحمن الرحيم. سيد احمد، الحمد لله معناها المولى سبحانه وتعالى وفقنا، قاعدين تاعبين، حتى شيء ما بجا بالسهل. اي فريق معناها يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي وكانه باش يلعب معناها فينال كوب دو تونيزي. انا شخصيا مش فاهم هالشيء هذايا. بعد بجمعه اللي تلعب معنا تخسر ولا تعمل ماتش نول حتى تكون ايكيب قويه، معناها اللي عندهم الكل يحطوه ضد الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي اظهر انه اقوى فريق في تونس، احسن فريق في تونس حاليا ويستحق البطوله عن جداره. خليتك من ساعه ال 10% اللي مازال ما زلت 10 تو من 90 و 80 ولا 90، ما زلت 10% ضد حمام الانف. لازمنا نعرف كيفاش نلعب مباراتنا، كيفاش نجريو مباراتنا. هي نقطه تكفينا في تلك المباراه، لكن الترجي لازم يفوز ومعناها ويكمل هالسلسله الورديه اللي هو فيها حاليا. شطبنيش الراي اللي اشياء كثيره تغيرت في الترجي بصراحه، التنشيط الدفاعي معناتها الخروج بكره، الحلول الهجوميه، رغم اللي انت ما عندكش يعني مهاجم في قيمه مايكل هرام. الحمد لله صحيح فما اشياء جديده، معناها نخليكم انتم الاخوه الصحفيين معناها تقيموا الشيء هذا. انا ما نجمش نقيم العمل نتاعي، نقيمه داخليا مع الاطار الفني ومع رئيس الجمعيه، لكن فما حاجات برشا تغير. صحيح انه التنظيم الهجومي او التنشيط الهجومي نتاع الترجي الرياضي تغير، التنشيط الدفاعي ايضا تغير ولا اكثر كوليكتيف، يبدا من درامان تراوري، يوفى، معز. نفس الشيء بالنسبه للتنشيط الهجومي، معز مشارك فيه، يمر بكل اللاعبين، كل اللاعبين قاعدين تشاهدوا فيهم حاليا في الترجي الرياضي يسجلوا، المدافعين، لاعبي وسط ميدان، المهاجمين. وهذا التفكير معناها الكروي نتاعي اللي نحاول معناها نحط فيه وفي اذهان اللاعبين. كابتن ترى اللي اصعب مازال ينتظر الترجي تقريبا جمعتين تمشيوا للجزائر وبعد تجيكم الاهلي. قبل الاهلي ساعه عندنا دومي فينال وفينال، كان معناها وفقنا المولى. مباراه الملعب التونسي ماهيش سهله، صحيح ان فزنا على الملعب التونسي 5-0، لكن مباراه النصف النهائي مغايره تماما من مباراه الكاس. تعرف مباراه الكاس معناها ما تحبش القسم على اثنين، باش يكونوا جاهزين، باش يكونوا حاضرين اكثر من مباراه البطوله. صحيح عندنا اسبوعين جايين من نار، الترجي تعود على ذلك، واذا كان عندك نوعيه من اللاعبين اللي موجودين